بالنسبه للعلاج ديال الغضروف كاين العلاج بالادويه وكاين علاج تكميلي بحال مثلا الترويض الطبي. ملي تنقولوا العلاج ديال الالم ديال المفاصل الناتجه على المشاكل ديال الغضروف راه هما المسكنات ديال الالم بحال دوليبران يعني بحال الباراسيتامول. اما الا كانت مشاكل اخرى ديال الالتهاب او تعفنات هذيك مشاكل اللي كتعالج بواحد الطريقه اللي مختلفه. ملي تنقولوا الترويض ديال المشاكل ديال المفاصل الناتجه على الغضروف يعني شنو تنمشيو حنا تنروضوا؟ راه ما تنروضوش العظم ما تنروضوش الغضروف ولكن راه تنروضوا العضلات، حيت العضلات هي اللي تتهز لنا هذاك المفصل. الوقيته اللي غتهز لنا هذاك المفصل ما غيبقاش تقل ديال الوقوف او ديال المشي او ديال الجري، تنزل لنا ديريكتومون على المفصل. عندنا العضله قويه اللي كتهز لنا الضغط على المفاصل، وهذه راه ما تستلزمش انه الانسان غير يدير الترويض الطبي. ممكن انه مثلا الانسان الا كان عنده مشكل ديال الوزن او عنده مشاكل صحيه اللي كتمنعه من الممارسه ديال الرياضه يدير غير المشي. اما الا كان ممكن يمارس الرياضه كتبقى احسن رياضه هي لاكواجيم، هذاك الحركات اللي كنديروهم في الماء كيعاونوا بزاف العضلات و ميم طون ما تيديروش واحد الضغط على المفصل اللي فيه المشكل. اما التغذيه راه هي كلها نعم، بمعنى الانسان اللي تيعاني لا رد البال النظام الغذائي ديالو راه غيتفادى مجموعه من المشاكل. من تنقولوا النظام الغذائي شنو هما الحوايج اللي تتاثر على السمنه؟ هما السكريات، هما الدهنيات، هما العجائن، هو الماكله ديال الليل، هي ناكل نشبع، هي ناكل النعس، الحاجه اللي كتقل الوزن وكتاثر لنا حتى على المفاصل، اضافه الى امور اخرى اللي كتنفع مباشره الغضروف اللي هما هي الامور اللي كتكون في ديك الكريوشات، يا اما في اللحوم يا اما مثلا بحال السمك بحال نشوفها مثلا داك السلسول ديالها مفيد. لي كريستاسي بحال مثلا هادشي ديال الكروفيت ولا فواكه البحر ديك القشور ديالها راه عندها واحد الفوائد، بمعنى راه هذاك الشيء هما دوك المكونات اللي تناخذوا حنايا وتنخدموا بهم وتنطوروهم باش نعطيو دوك المكملات الغذائيه للمرضى باش يعاونوهم على الغضاريف.